الفيلم بيبدأ في أوضة عمليات في مستشفى، ونشوف سيدة بتولد والأب بيكون سعيد وبيصور اللحظة الجميلة دي وفي انتظار المولود. ولكن كل ده بيتغير فجأة، والأب وكل الموجودين أول ما بيشوفوا المولود بيتصدموا، لأن المولود مش بيكون عليه راس طبيعية وبتكون راسه على هيئة كاميرا. طبعا اكيد انت استغربت زي ما هم استغربوا، ولكن الطبيب قال لهم دي معجزة وانه محتاج معاملة خاصة، وانهم لازم كل يوم يحطوا في الكاميرا دي شريط فاضي علشان يسجل كل اللحظات الحلوة اللي في حياته. وقال لهم ان بشرط لازم كل يوم تغيروا شريط جديد. وهنا الاب والام عاشوا حياتهم عادي، وكانوا بيحاولوا يخلوا الطفل هو كمان يعيش حياة طبيعية، وكل يوم بيغيروا الشريط لدرجة ان هم عملوا مكتبة يحطوا فيها كل الشرايط، وكل يوم كانت بتزيد شريط لحد ما المكتبة اتملت. ولكن أصعب وقت مر عليه لما راح المدرسة، وأول يوم شوية من العيال المشاغبة اللي في المدرسة بيتلموا عليه وبيضربوه ويزقوه ويعوروه ويبهدلوه. ولما رجع البيت والأم شافت شريط أول يوم مدرسة ليه زعلت وبتتضايق جدا، وتاني يوم تروح للمدير المدرسة وبتشتكي الطلاب، وبتفرج المدير على الشريط اللي ابنها كان مسجله. ومدير المدرسة لما بيشوف الشريط واللي العيال عملوه في الطفل المسكين بيعاقبهم، ومن وقتها مفيش حد بقى يتعرض ليه او يضايقه، وده لانهم عارفين اي حاجة هيعملوها فيه هتتصور بالصوت والصورة. طبعا الاطفال دي بعد كده بدأوا يتنمروا على طفل تاني كان تخين، وطبعا هو شافهم وصورهم وادى الشريط للمدير اللي عاقب الاطفال المشاغبه دي تاني. ولما كبر شويه كل اصحابه اللي كانوا بياخدوه معاهم في الخروجات كانوا بياخدوه مصلحه، لانه طبعا هيصور كل اللحظات الحلوه اللي في حياتهم. واول ما بياخدوا مصلحتهم منه بيسيبوه وبيمشوا. وهنا قابل بنت وحبها من اول لقطه، وخرجوا مع بعض وراحوا في كل حته وتصوروا. ولكنها بعد كده بتقلق منه علشان ممكن يصورها وينزل الفيديو بتاعها على اليوتيوب، فسابته هي كمان زي اللي قبلها. وبنشوفه بيمشي وهو متضايق وبيقف حزين لان محدش متقبله بشكله ده. وفي يوم كان ماشي شاف حب حياته، بس كان بيجي عندها ونظره بيضعف، وكان فوكس الكاميرا مش بيكون مظبوط وما بيعرفش يظبط وشها ومش بيكون عارف شكلها. وبيتعرفوا على بعض وبيخرجوا ويلعبوا مع بعض، وهي الوحيدة اللي صورته بكاميرا وحس ان هي مختلفة وحبها حتى وهو ما كانش شايفها، واتقربت منه عكس كل البنات التانية. وفي يوم وهم ماشيين منتج تلفزيوني بيعرض عليه انه ياخد كل الشرايط بتاعته ويعمل بيها مسلسل عن قصة حياته، فبيرفض. ولكن اول ما بيعرض عليه مبلغ ضخم من المال بيوافق على طول، وبينزل المسلسل في التلفزيون وبيكون ناجح ومشهور وبيحقق ملايين المشاهدات. وقدروا يشتروا ساعتها بيت كبير وكل الناس بقوا متابعين حياتهم لايف. وبعد كده قرر انه يتقدم للبنت اللي بيحبها دي وبيتوافق وبيتجوزوا، وكل الناس بقت متعلقه بيهم لدرجه ان في بعض الناس سابوا كل اشغالهم واتفرجوا بس علشان يتفرجوا عليهم قدام التلفزيون ويتابعوا المسلسل بتاعهم. ومحدش بقى في الشارع خالص، والناس اتحولت لمدمنين للمسلسل بتاعه، والشوارع كلها بدات تفضى من الناس وما بقتش موجود فيها حياه. وقتها بيحس بالذنب وبيحس ان هو السبب في كده. ولما كان ماشي في الشارع هو ومراته شاف البيت اللي عاش فيه وهو طفل، فدخل يشوف شرايط طفولته. ولما عدت الايام لقى مراته هي كمان بقت مدمنه فرجه على المسلسل بتاعه في التلفزيون، فبيقفل التلفزيون وبيحاول يفوقها ولكن مفيش اي رد فعل منها، فبيفقد الامل وبيعيط، وامله الوحيد انه يوقف عرض المسلسل بتاعه للابد. وقتها بتشوفه وهو بيخلع هدومه وبيقعد في البانيو وبيشغل اول شريط ليه يوم ولادته، وبيرمي شاشه التلفزيون في الميه وبتعمل ماس كهربائي وبيكهرب وبيموت، والبث بيقف بموته والعالم كله بيتاثر من اللي حصل له، وبيفوقوا من الغيبوبه اللي كانوا فيها وترجع كل الناس لحياتها الطبيعيه في الشارع واشغالهم ومصالحهم، وبداوا يعيشوا الحياه اللي كانوا عايشينها قبل كده ويهتموا باطفالهم ويخرجوهم. ولكن كانت زوجته هي الوحيده اللي حزينه عليه، وبيكون كبر في نظرها علشان ضحى بنفسه علشان الناس ترجع طبيعيه زي الاول. وبنعرف ان الهدف من الفيلم ده عزيزي المشاهد انك ما تقضيش كل وقتك على الموبايل او قدام التلفزيون، وان الكلام ده ممكن يكون بوقت محدود جدا، لانه بيحول البني ادم واحده واحده من شخص لشخص تاني. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجايه. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.